ايوه يا سيدي، نزل لنا صوابع الكفتة من النجفة الفينوس علشان تقويتها تبقى في العضلات لذيذة وجميلة مع العيد، لغاية ما نشوف ايه حكاية الرقاق ابو لحمة ده. ولا اللحمة تكون متعلقة باردة، ولا هتبرد، ولا هتعمل دماغ مع نفسها. اقول لك اللحمة المشوية لذيذة، بس انت عيش مع الخيال فيها، واقعد هوي وجيب الريشة تريشك في التريشة. لأن اللحمة مهما اتاكلت أو ندهوا عليها طبعا ريحتها حلوة ولذيذة، لكن عند الكبابجي بقت شكلها خيال. وشي خيال يا ناس، واللحمة في التمام تشتاق لها وتلاقيها وعايز تاكلها كلها، وكله لينا. بقول لك ستيك العرب العالمي.